السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على حبايب قلبي متابعيني والناس اللي بتنورني في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده وصفة جميلة جدا، لذيذة سريعة، تنفع في الغدا، تنفع في العشاء لو عايزين أكلة حرشة كده في العشاء، تنفع جدا جدا يعني. تعمل سندوتشات، تاكل جنب مكرونة، تقدمها بالطريقة اللي تحبيها، مش هتقولك لأ. بجد حلوة قوي، وبصوا شكلها جميل ازاي. انا قدمتها مع بطاطس وكاتشب، انت ممكن تقدميها مع اي حاجه تحبيها، مكرونه محمره، مكرونه بالصلصه، اي حاجه تحبيها. هنشوف مع بعض بقى عنها كده ازاي. عملت ايه؟ انا جبت الكبد والقوانص بتاعتي اهو، غسلتها غسله كويسه، واي حاجه فيها دم بشيلها. القلب بفتحه 2 علشان خاطر ميبقاش فيه دم. بنضف القوانص من جوه ومن بره تنظيفه كويسه جدا. لو الدهون اللي بالخارجيه دي عليها اي قشره بشيلها اهو. قطعتها بقى كده قطع صغيره، تمام. قطع اللي انت تحبيها، لو عايزه تسيبيها سليمه برضو براحتك، ولكن لما بتقطعيها كده صغير طبعا ما بتاخدش سوا زي ما بتبقى كبيره. انا جبت الطاسه بقى بتاعتي كده ونزلت بشويه زيت، شويه صغيرين مش كتار، وينزل كده بحوالي بصلايه متوسطه. لو بتحبي البصل كتير ممكن تحطي بصلتين متوسطين او واحده كبيره. خلاص، هقلب بقى كده البصل بتاعي مع الزيت لحد ما يبدأ ان هو يدبل. انا عايزه البصل دبلان شويه، مش عايزاه يبقى صوحي كده، تمام. بدأ يدبل معايا كده البصل اهو. هنزل بقى عليه بالقوانص بتاعتي اللي انا منضفاها كويس ومقطعاها، اديهم بقى تشويحه كده حلوه مع بعضهم، بحيث ان القوانص تستوي قبل ما انزل عليها بالكبده، لان التسويه بتاعه القوانص مختلفه عن الكبد. خلاص، هنزل كده بالقوانص بتاعتي وابدا اشوحها تشويحه كويسه جدا لحد ما احس ان اللون بتاعها بدا يغير كده، وهي بدات ايه، تبان عليها السوا اهو. بصوا بقت عامله ازاي، بس ان هي كشت كده في نفسها و... ونزلت بقى الزيوت اللي هي بتبقى الجلد اللي حوالين القوانص دوت. هبدأ بقى كده انزل بالكبد بتاعتي علشان ايه، اديها تشويحة هي كمان. خلاص اهو، اقلب بقى كده كويس جدا. اسرع غدا ممكن تعمليه بجد، يعني حاجة سهلة جدا وبسيطة، وتلاقي نفسك في دقايق عملتيه. لو انتي من الناس اللي بتشيلها في الفريزر طبعا بتشيلوها متنضفة. أه قبل ما تشيليها قطعيها. لو هتعمليها زي كده مش هتقطعيها وتسيبيها سليمة، طبعا هتاخد معاكي وقت شويه لو انتي مستعجله في ان هي تفك وتقطعي والكلام ده كله. انما لو انتي بتشيليها متقطعه كده في الفريزر، طبعا في تفريزات رمضان ان شاء الله نوريكي الطرق بتاعتها وازاي بتخزنيها وكل حاجه عنها. طبعا نزلت بالتوابل بتاعتي، فلفل، كزبره، كمون، شويه كده من بودره الكاري، وشويه من الملح. هقلب بقى كل التوابل بتاعتي دي كده مع بعضها اهو. بعد ما خدوا الاتنين تشويحة حلوة كده محترمة، هجيب بقى شوية كده من الفلفل. انا جبت قرنين من الفلفل الرومي، لو بتحبي حامي حطي، انا مش بحب الحامي فما حطيتش. وبعدين عشان الاولاد الصغيرين برضو ما بحط الشطة، فقلبت بقى كده الفلفل بتاعي، ما بسيبوش يدبل، انا بس بديله تقليبه كده وبقوم نازله بالطماطم بتاعتي على طول، بحيث ان هو لما القوانص والكبد ياخدوا شويه تسويه كمان ما يبقاش ايه اتهرى منك، ويبقى ظاهر كده في قلب الوصفه. تمام كده، نزلت كده بالطماطم بتاعتي، هديهم تقلبتين وهوطي عليهم كده وهسيبهم يستووا. الطماطم طبعا هتنزل ميتها والفلفل، وهيبقى فيها شويه كده صغيرين من الصوص اهو. سيبها بقى تستوي مع نفسها، وبعد ما تستوي هنقدمها مع بعض. طبعا بقى القوانص بتاعتي استوت، جبت بقى كده حمرت شوية بطاطس وعملت شوية من الكاتشب جنبهم، وجبت كده رغيفين من العيش، هنزل عليهم كده بشوية من الخضرة بيدي شكل حلو وطعم حلو جدا. وهحط بقى القوانص بتاعتي اهو، عايزة تقدميها في الطبق على طول من غير ما تحطيها في عيش مفيش مشكلة اهو. وانزلي بقى بالقوانص بتاعتك وعملتي احلى غدا واسرع غدا، وصفة جميلة جدا.
بجد انا بحب الوصفة دي جدا اهو. يعني لازم كده من وقت للتاني اعملها، بحبها جدا. جربوها بجد هتعجبكم، مش هتندموا لو جربتوها. لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعتي ما تنسونيش في اشتراك ولايك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.